نروح للجزء الثاني ومشروع جمعياتي، ويمكن انا الاسبوع اللي فات اتكلمت عنه، وعايز اقول هنا مشروع جمعياتي هو يعني بيخاطب من الدرجه الاولى الشباب، ومدير مشروع جمعياتي هو اللي معانا على التليفون دلوقتي استاذ احمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات، وكمان مدير المشروع. وكون ان هو شاب كمان وشاطر جدا، وانا بقول لحضراتكم على مسؤوليتي الكلام ده، اكيد هيبقى يعني يشعر او حاسس بالشباب. كلمنا على اخر المستجدات في المشروع ده. ما يتعلق طبعا بمشروع جمعيتي، هو هدفه الاساسي زي ما حضرتك قلت هو خدمه الشباب وتوفير فرص العمل والحد من البطاله، وان انا بوسع شبكه التوزيع الثابته لوزاره التموين والتجاره الداخليه، فيها حوالي 1060 مجمع استهلاكي و30,000 بدال تمويني، وبالاضافه الى مشروع جمعيتي 8500 منفذ واكثر من 268 سياره متنقله. هذه الشبكه هدفها الاساسي هو الوصول الى المواطن في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، علشان اقدر اقدم له 3 خدمات اساسيه، سواء صرف التموين بشكل شهري، او صرف نقاط الخبز او فارق السلع المجانيه اللي بيحصل عليها المواطن نتيجه تخفيضه في استهلاك الخبز، او البيع الحر. وبالتالي ساهم هذا المشروع في توفير فرصة عمل حقيقية للشباب جنبا إلى جنب طبعا مع مشروع السيارات المتنقلة. وأنا هنا يعني اسمح لي أن أنا يعني أفصح عن ما شاد به الأستاذ الدكتور شريف فاروق في مجلس الوزراء، أنه اتكلم عن المشروع ودوره وأهميته. وفي الحديث عن المرحلة الجديدة من المشروع، سيادته وجه بالتنسيق والدراسة المتأنية والمستفيضة مع جهاز تنمية المشروعات، نحن ندرس الأماكن الأكثر احتياجا، ويبقى في تحديد دقيق للفئات المستهدفة وللأماكن اللي فيها نقص في عدد المنافذ، وبالتالي هيبقى في خريطة دقيقة جدا نقدر نحافظ على تنافسية المنافذ. وهنبص مع جهاز تنمية المشروعات على نموذج العمل يمكن يطغى عليها البيع الحر أكتر، عشان أوفر للمنفذ يعني سبل أو وسائل للبيع الحر، بالإضافة إلى التموين، خدمة المدفوعات الإلكترونية، ممكن يكون في ركن للخضار والفواكه الطازة، تبقى المساحات أكبر شوية. وده طبعا بيدرس حاليا، وبمجرد اكتمال النموذج أو الشكل الجديد وممكن يعني نطلق عليها اسم جديد أو استكمال لمشروع جمعيتي، ولكن فلسفتها الأساسية هتكون قائمة على إنشاء شبكة من المنافذ الثابتة والمتحركة اللي بتساهم طبعا مع وزارة التموين في فعالية هذه الشبكة وزيادة دورها والوصول للمواطنين، وبالتالي صرف السلع. وده بيخفض طبعا صحيح التكاليف، لأن أنت بتزود نقاط ثابتة ونقاط متحركة، صح. وبالتالي بتقلل من حلقات التداول زي فكرة أسواق اليوم الواحد، ولكن هيبقى شكلها مطور، وكمان ده متبنينه مع المجمعات الاستهلاكية. متوقع ان احنا نبدأ المرحلة دي قريب يا استاذ احمد؟ احنا ان شاء الله دلوقتي احنا في شهر مايو 2025، الفترة اللي جاية من هنا لحد بعد عيد الاضحى المبارك هيكون في دراسة مستفيضة مع جهاز تنمية المشروعات. بمجرد ما يتم الانتهاء من هذا التصور هيتم اعتماده طبعا من معالي السيد الاستاذ الدكتور الوزير والجهات المنفذة اللي هي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة طبعا مديرين المديريات، والجهات التمويلية أو الوسيطة، سواء شركات متخصصة أو بنوك وطنية أو قطاع خاص. وهنتعاون أيضا مع شركات التجزئة علشان هنوفر برنامج تدريبي متخصص للمستفيدين الجدد من هذه المرحلة أو من هذا المشروع، لأنه هيقوم بالشراكة ما بين القطاع العام ممثل في العلامة التجارية لوزارة التموين والقطاع الخاص اللي هم الشباب أو رواد الأعمال. كل التوفيق الحقيقة لوزارة التموين ولحضرتك والمشروع جمعيتي، لأن احنا محتاجين الحقيقة هذا الدور في الفترة اللي جاية يعني دعم المواطنين والمساهمة في ضبط الأسواق، دور مهم جدا جدا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والمتحدث الرسمي ومدير مشروع جمعيتي.